بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن المستخرب الفرنسي ماذا صنع بالجزائر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. جرائم والله يندى لها جبين الإنسانية، جرائم لا أدري كيف سأذكرها، كيف سأقولها، وبأي قلب سأقولها، لكني مضطر. وكما سبق أن ذكرت في الحلقات الماضية، هذا تاريخ، والتاريخ ملك لأهله، لا يمكن لأحد أن يغيره ولا أن يزيد منه ولا أن ينقص ولا أن يجامل فيه ولا أن يداري. إنه تاريخ، والتاريخ قائم على الصراحة المحضة المطلقة وعلى سرد الحقائق بأمانة بدون تحريف ولا تغيير. فلذلك أستميحكم عذرا أن أفعل شيئا ما فعلته من قبل إلا نادرا، وأني مضطر لأن أقرأ عليكم نصوصا. هذه النصوص لا يستطاع اختصارها ولا إيجازها ولا يستطاع أن أعبر عنها بكلامي أنا، لابد من قراءتها. هذه القراءة أرجو أن تتحملوها وأن تتحملها أعصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم، لأني والله مضطر إلى ذكرها، وهذا حتى يبين للناس أجمعين ماذا فعل الفرنسيون في الجزائر، هؤلاء الذين قامت ثورتهم على الحرية والعدل والمساواة والإخاء إلى آخر هذه الشعارات التي ثبت طويلا ودوما أنها شعارات لم تطبق، أنها شعارات بقيت على الورق، أنها شعارات لا قيمة لها ولا فائدة منها. هذه الجرائم سأذكرها قبل أن أذكر المقاومتين الرئيستين في الجزائر، مقاومة الشرق الجزائري، مقاومة الغرب الجزائري. مقاومة الشرق الجزائري في ممثلة في قسنطينة أحمد باي، ومقاومة الغرب الجزائري في وهران وما حوله ممثلة في الأمير عبد القادر الجزائري. قبل أن أذكر هاتين المقاومتين ثم ما تلاها من مقاومات الآخر القرن التاسع عشر، المقاومات العسكرية، لابد لي أن أذكر ماذا صنع الفرنسيون عندما دخلوا البلاد واستقروا فيها، وكيف خربوها تخريبا متعمدا كما يقولون، مبرمجا منظما منسقا متفقا عليه قبل ذلك. كيف فعلوا؟ ما تركوا شيئا إلا وتناولوه بالتدمير. أما قضية التعمير والاستعمار لا أدري أين هو في ثنايا التاريخ، لا أذكر أنهم عمروا شيئا نقول نعم إنهم صنعوا هذا الشيء على الأقل، نعم إنهم فعلوا هذا الشيء على الأقل، نعم إنهم هم لهم إيجابية واحدة، وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين. هذه المظالم كلها عبر عنها رجل من الكراغلة. الكراغلة من هم؟ هو الشخص الذي يكون أبوه تركيا وأمه جزائرية، يسمون الكراغلة. هؤلاء الكراغلة كان منهم رجل اسمه حمدان ابن حمدان ابن خوجة. هذا رجل سياسي، لما دخل الفرنسيون واستقروا بالبلد تعامل معهم على أساس أن يخفف قدر استطاعته من المظالم الكثيرة للفرنسيين، ويكون وساطة لنقل الطلبات من الجزائريين إلى الفرنسيين. رجل سياسي لطيف ولبق. الفرنسيون هؤلاء نفوه إلى تركيا ومات هنالك. صديقه أرسل له رسالة من الجزائر اسمه أحمد بوضربة يسأله عن أحوالي وكذا، فكان مما قال له حمدان ابن خوجة هذا الكرغلي، قال له: اللهم ظلم التركي ولا عدل الفرنسيس. يعني هو طبعا الفرنسيون لما جاءوا يقولون للجزائريين: نحن جئناكم لنخلصكم من ظلم الأتراك، نحن جئناكم لنخلصكم من ظلم الأتراك. وماذا صنع الأتراك؟ ما صنع واحد على 100,000 مما صنع الفرنسيون، في تقدير أنه ما صنع واحد على 1,000,000 مما صنع الفرنسيون. وكانوا حكام مسلمين، وكان يهمهم في الجملة المصلحة الإسلامية العليا. أما هؤلاء، لذلك كان حمدان موفقا عندما قال رحمه الله: اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسيس. ماذا صنعوا؟ يعني صنعوا بالأحياء أشياء كثيرة جدا، لكن أبدأ بالأموات. تصور الأموات. هؤلاء لما جاء الفرنسيون إلى الجزائر نبشوا المقابر، أخرجوا عظام الأموات، مزجوها مع عظام الحيوانات وأرسلوها للجزائر لفرنسا. لماذا؟ لتبييض فحم الحجري.
تصوروا. نعم، هذا يقول لاستعمالها في صناعة الفحم الحيواني، وشحنوها في باخرة إلى مرسيليا، الباخرة لابون جوزيفين، هذه شحنت بها عظام البشر التي نبشت من المقابر وأخذت. هل يمكن أن يصل بشر ما في تفكير إلى هذا المستوى وإلى هذا الدرك؟ هل يمكن أن تنحط أخلاق البشر إلى هذه الدرجة أن هذه العظام تستعمل لإنتاج الفحم الحيواني وتستعمل في غيرها من الاستعمالات؟ لكن هذا الذي جرى من الفرنسيين. من المهم أن نقرأ عليكم بعض النصوص الخطيرة والخطيرة جدا في قضايا الإبادة الجماعية والتدمير للممتلكات وللأشجار وللمباني ولكل شيء، لكل شيء، وهذه كلية حقيقية أيها الإخوة والأخوات. يقول أحد القادة العسكريين في واحد من تقاريره: إننا دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى. اسمعوا، هذا رجل فرنسي قائد يعترف بما صنع، ليس تجنيا منا وليس تزيدا في سوق الأحداث، ولا هي أحداث تشوبها العاطفة وأحداث مصحوبة بالعاطفة، أبدا أبدا، إنما هي ذكر ما صنع القوم على ألسنتهم وفي تقاريرهم. يقولون: إنا دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى والأشجار والحقول، والخسائر التي ألحقها فرقتنا العسكرية بأولئك السكان لا تقدر. إذا تساءل البعض: هل كان عملنا خيرا أو شرا؟ لأن بعض الأحيان يستيقظ شيء من الضمير الفرنسي في فرنسا، ويثور بعض الرجال الذين أعضاء في البرلمان يسألون في البرلمان: ماذا حصل في الجزائر؟ هناك جرائم تناهت إلى أسماعنا. فالبرلمان يطلب من القائد الفرنسي أو الحاكم الفرنسي العام في الجزائر أن يصدر تقريرا ما في شأن الواقعة التي سئل البرلمان عنها، فيعطي تقريره. لذلك هو يقول هنا القائد الفرنسي: إذا تساءل البعض هل كان عملنا خيرا أو شرا، فإني أجيبهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع السكان وحملهم على الرحيل. يعني اعتراف واضح جدا. الجنرال بيجو، وهو من أشد الجنرالات عتوا وقساوة وشدة بدون أي رحمة بشرية ولا أي نزعة من الرحمة بشرية، جنرال بيجو فسر عدم احترام الجيش الفرنسي للقواعد الإنسانية في تعامله مع الجزائريين إلى أن احترام هذه القواعد يؤخر عملية احتلال الجزائر. تصوروا أن إذا أردنا أن نحتل الجزائر بالكامل لابد أن ندوس على كل القواعد الإنسانية. طبعا لا نستغرب أن نجد كبار الضباط والمؤرخين يطلقون على طوابير التخريب التي سلطها بيجو على الجزائريين تسمية شبه رسمية بين الضباط، وهي الطوابير الجهنمية، تسوق جهنم إلى السكان، تقتل السكان بلا رحمة ولا تمييز، تقتل الحيوانات، تقطع الأشجار، تحطم المباني، تنهب الثروات،